بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني النهارده اقدم لكم الفيديو الثاني في سلسله فيديوهات حدث بالفعل. والحقيقه اول فيديو ليا في السلسله دي كان مضحك شويه، كان بعنوان مثلت دور مرسي واتضربت. فان شاء الله هحط لكم لينك في الديسكربشن، عشان انا بحب ان السلاسل الفيديوهات المترابطه احطها مع بعض يعني. فالنهارده هتكلم عن شيء تاني يعني له دلالات مؤسفه حدث بالفعل، وله اكتر من دلاله مؤسفه الحقيقه، مش دلاله واحده يعني. الحقيقه في ظاهره يعني تكاد تكون اني كل ما بركب المترو لازم الاقي راجل قاعد في عربيه سيدات. الكلام ده بقى يعني في الفتره الاخيره يعني تقريبا كده تقدروا تقولوا ايه، بقت حاجه بتحصل يعني، ما فيش مره اركب ما الاقيش راجل يعني او اكتر. يعني فانا الحقيقه يعني بتصرف بايجابيه في الموقف ده. فبرضو المره دي بقى ركبت متروين ورا بعض، وفي المتروين كان في رجاله. اول مترو كان في واحد قاعد، اول ما دخلت لقيته قاعد جنب الباب على طول، فقلت له السلام عليكم. انا لازم ببدا بالكلام بالذوق يعني. قلت له السلام عليكم، لو سمحت دي عربيه سيدات. فقال لي اعجب رد في الدنيا، قال لي انا ما كنتش اعرف، وراح نازل في ساعتها يعني. انا يعني في نفس ما انا واقفه كده راح نازل، فكان في استجابه فوريه. والحقيقه يعني الحقيقه انا فعلا ببدا بتكلم بذوق، ان بعضهم بيكون مش عارف، رغم انه يعني هو بيسيرش يعني انتباهه ان الاغلب اللي راكبين معاه سيدات. بعض الناس ممكن يكونوا مش من هنا، ما بيركبوش متروات كتير، ما يعرفوش، ففعلا بيكون صادق في كده يعني. ركبت بقى المترو اللي بعده، ده لقيت فيه بقى ايه، كوكتيل. لقيت شابين واقفين في عربيه السيدات، وراجل ومراته، وراجل تاني عجوز قاعد جنبه. فنفس القصه. رحت قلت له السلام عليكم. كانوا كلهم جنب بعض فسامعيني. لو سمحتوا دي عربيه سيدات يعني، ما ينفعش حضراتكم تبقوا فيها يعني. فالشباب قالوا لي اوكي احنا هننزل المحطه الجايه. وفعلا نزلوا. الراجل اللي كان معاه مراته قال لي ايه بقى، نفس العذر اللي انا كنت في فيديو سابق قلته لكم. كان في فيديو اسمه الشباب يفرح وشباب يقرف. اسف يعني مش رافض تاني يقولوا. سابق كنت قلت لكم على اللي مع مراته في المترو في عربيه السيدات، هو معتبر ان ما دام معاه زوجته يعني يبقى ده دليل ان هو هيبقى ايه، تصرفاته يعني اخلاقيه. فما يعني هو مش بيقول هيعكسنا ومراته معاه، دي النظريه بتاعته ان انا معايا المدام يعني. لكن الحقيقه اللي هو ما كانش واخد باله منه انه كان قاعد وفي سيدات كانوا واقفين، وهو يعني حتى مش كبير في السن، فكانت دي وقاحه منه من حيث المبدا. الحاجه الثانيه الحقيقه ان يعني القانون لازم يحترم بغض النظر. وهو ممكن ياخد زوجته في العربيه المختلطه يعني، لانه بقى دخل يعني قال لي نفس الكلام. الراجل الثاني اللي قال لي اصل احنا مش من هنا وهي ما تعرفش لوحدها السكه. قلت له انا اقول لها المحطه تنزل حضرتك تقابلها يعني. المره اللي قبلها قلت له طب ما تاخدها يعني، نسيت اقول له المره يعني في القصه اللي قبلها قلت للراجل ما تروحوا العربيه الثانيه. احنا بس نفسنا يكون في من حيث المبدا احترام للقانون اصلا يعني. هو قاعد يقول لي ايه، لا معلش خليها عليا المره دي ومش عارفه ايه. وقلت له وان انا مره قعدت اقول للواحد ينزل ما نزلش، والبوليس شافه ويعني امن المحطه شافه ودفعوه غرامه يعني. اخر ما زهقت ان انا بكلمه بقى فايه، فما رضيش برضه. واذا بزوجته المنقبه المحترمه تسخسخ من الضحك. هنا بقى السيدات اللي في العربيه بقى ما قدروش يستحملوا، انا كمان ما قدرتش. انا كنت ذوق يعني، او بتكلم الاول اتكلمت بذوق بقى، مش شيء من الحده. قلت لها هو انتوا بتقولوا انتوا جايين من بلد، انكم جايين من بلد ثانيه، انتوا جايين بلدنا تخالفوا القانون، ولما نوجهكم تضحكوا؟ ايه المضحك في كده؟ ايه المضحك؟ بس زي ما يكونوا بقى بقيه السيدات اللي في المترو يعني كان نفسهم يتكلموا ساكتين يعني. سبحان الله بقى كلهم ابتدوا بقى يزعقوا، ودي ناس ما عندهاش دم، وانتوا ازاي تركبوا عربيه السيدات؟ وابتدوا يثوروا يقولوا له انت ليه قاعد وفي سيدات واقفين، مع ان ده كان حاصل قبل ما نركب يعني. لكن سبحان الله يعني اللي اثرت تاملاتي في القصه دي، هم كان جواهم غضب مكبوت، كانوا عايزين حد يبدا يعني. فكلهم بقى يعني على قلب امراه واحده. يعني كان في ثوره عارمه في المترو عليه وعلى زوجته، بس هو كان في منتهى السخافه وما نزلش. وانا اقسم لكم اني لو كنت وقت يسمح كنت هقف عند باب يعني كنت همسك الباب لما ننزل في اي محطه، واصمم ان الباب ما يقفلش لغايه ما هم ينزلوا، او حد بقى يجي يشوف الباب ماله من بتوع الامن، فساعتها هيدفعوه غرامه محترمه.
ولما نزلت الحقيقه في محطتي قعدت ادور على حد من يعني امن اقول له يلحق ويشوفه قبل ما المترو يمشي، بس ما لقيتش. كل ما حد ينزل البنات يقولوا لها شوفي كده حد من امن يجي يعني. فكان في ثوره جماعيه على ناس مش عايزه تحترم القانون خالص. يعني ففي حاجتين يعني اثروا تاملاتي في القصه دي. نمره واحد، طبعا الراجل ده ناطع يعني يعني عنده استخفاف، وحتى ولا حتى الاسلوب الكويس بيجيب معاه نتيجه. لكن اللي بيخلي ده وغيره يستمرقوا ايه؟ ان الناس ما بتتكلمش. يعني انا المره المترو الاولاني اللي ركبت فيه اللي بقول لكم عليه الاولاني، الراجل قلت له من فضلك انزل يا عربيه سيدات. اول ما طلعت راح نازل، فقعدوا يتريقوا هم يقولوا ايه هو مع اني ما كانش يعرف ان عربيه سيدات. بتقول في مخي طب ما حدش قال له ليه؟ انتوا ليه مستنيني انا اقول نفس الكلام؟ يعني انا اثرت تاملاتي يمكن الف حاجه يعني عمل على القصه دي، ولا يعني الناس اللي قاعده متضايقين من وضع وساكتين ومستنيين حد بس يجي يبدا عشان هم يردوا. طب ليه انت ما تكونش البادئ؟ ليه ما حدش قبل ما انا اطلع قال حاجه؟ ليه؟ على فكره انا مش بقول ده يعني يعني هل سنه الحياه ان يكون في ناس بتبدا وناس بتتبع، ولا ايه بالظبط؟ هما مش مبسوطين، طب ساكتين ليه؟ فانا الحقيقه بدعو اي حد بيتفرج عليا دلوقتي، رجل كان او امراه، يعني ان بصفه عامه في الحياه كلها يعني كون ايجابي وكون انت البادئ. مش تستنى حد يبدا، مش تبقى حاجه مضايقاك وقاعد مستني حد يبدا. يعني لان هم فعلا يعني زي ما يكون حد داس لهم على زرار. خصوصا ان ضحك هذه المراه بقى كمان، ضحك زوجة الراجل يعني استفز الكل بصراحه. ف طب انتوا يعني قاعدين مستنيين ليه حد يجي يقول لكم؟ بس فيعني انا يعني اتمنى ان مصر ما بعد 30 يونيو تكون دولة قانون بجد، يكون فيها يعني لو حد مش عارف وانا قلت له بذوق فضلك ينزل. والحقيقه يعني انا ايجابيتي ان نسبه النجاح في كانت 80%، ما هو في 3 تانيين نزلوا فيعني كويس ان انا لما قلت ناس بتجيب نتيجه، مع بس في ناس اقل قله بقى يعني مش بيتجاوبوا. الحاجه التانيه زي ما بقول، وده الرساله المهمه، ما تستناش حد غيرك يبدا، كون انت البادئ في اي موقف، اي حاجه موقف. وفي طريقه يعني والله العظيم يا جماعه انا ببدا معاهم كلام باللين جدا، ان زي ما بقول لك في ناس ما بيكونوش عارفين بتكلم منتهى الذوق. ما قلت يعني السلام عليكم من فضلك دي عربيه سيدات، يعني ما بقاش يعني لما بيبقى فيه بقى اخد ورد، الواحد ساعات بيفقد شعوره بصراحه يعني انا يعني مؤخرا، انا زمان كنت شخصيه يعني سريعه الحمقان. لما الواحد بينضج وبيقرا في الدين بيعرف ان يعني يقرا في سيره السلام والحلم وكده، بحاول نفسي الحلم يبقى صفه راسخه فيا على قد ما بقدر، بحاول يعني ويعني في طبعا بفضل الله نضج يعني في شخصيتي وتطور، يعني ما بقتش زي زمان، بس الحقيقه في امور برضو يعني يبقى غلط الواحد ما يتحبقش فيها اعتقد يعني. بس فهو سؤال الحقيقه انا يعني عايزه يعني ايه بقول لك، اي حد سامع القصه دي دلوقتي تحب تكون ايه؟ تحب تكون مبادر ولا تحب تستنى حد يعمل لك الحاجه عشان تاخد خطوه؟ انا مقتنعه ان اي انسان يقدر يكون مبادر، فيا ريت كلنا نكون مبادرين. يعني والقصه دي مجرد نموذج يعني لحاجات كتير ممكن تكون بتحصل في المجتمع. يعني اختار اسلوب كويس اتكلم بيه، لكن لازم اقول بس كده يعني بس يعني يا اخواني بالنسبه للمترو يعني عندكم عربيات كتير قوي، بلاش عربيه سادات يعني سمحتوا. بس اشكركم جدا، وبانتظار تعليقاتكم وارائكم يعني على القصه كلها، والسلام عليكم.